اكو مسألة اول خلينا نقولها، وهي انه الانسان يجوز له ان يضر بنفسه ببدنه مثلا، يوجد ضرر. حين خلوا الوضوء والغسل، واحد عاجبه يعذب جسمه، يسوي بعض الامور اللي تضره، يجوز. قايلين الضرر على قسمين. هناك ضرر ثبت في الشرع عدم جواز تحمله، وهو الهلكة، يموت نفسه، يسوي شغلة اللي يموت، هذا بعد ضرر كبير ما يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من وجأ نفسه بحديدة فهو في النار يجأ بها بطنه، هاي يسموه الانتحار اليوم. المهم يلحق بنفسه ضررا مهلكا، هذا أكيد ما يجوز. قايلين هذا أكيد يعني مسلم. الحين نشوف، بس خلينا نشوف هذا اللي أكيد ما يجوز. أو يتلف عضوا من أعضائه، يقطع ايد مثلا عمدا، يتسبب في ان ايده تنقص لمصلحة ومن دون مصلحة. الشكل قام قص ايده، قص من نفسه اصبع مثلا، ما له حق. قلع عينه، غضبان على قضايا دنيوية وانقهر وقال ليش الشكل، راح اقص ايدي، وقام قص ايده. يجوز؟ لا ما يجوز. أو أتلف قوة من القوى، الباصرة مالته، سوى شغلة عينه موجودة بس بعد ما يشوف، تعمد ذلك، ما يسمع. أتلف قوة الإنجاب، بعض الناس لأسباب يروح يسوي نفسه عقيم مثلا. امرأة تروح مثلا تربط الرحم بشكل مستديم بعد ما تحمل، اللي ما في قابلية أن تفتح هذا اللي ربطته، يعني أتلفت على نفسها قوة من القوى. إتلاف قوة من القوى لا يجوز. هذه ثلاثة. زين، غير هذا يجوز. من يقول ما يجوز؟ لو فرضنا واحد يريد يلطم، عنده مثلا ولد توفى، أبوه توفى، يريد يلطم، يدق على صدره إلى أن ينجرح، دم يطلع منه، يلطم على رأسه مثلا، يضرب رأسه بحديدة، فضلا عما لو كان ذلك لسبب راجح. يعني قد يتطبر مثلا يلطم كذا للإمام الحسين عليه السلام، هذا هو سبب راجح فيه أجر وثواب. لا، حتى لو أقل من هذا من دون سبب راجح، هالشكل عاجبه هو يلطم نفسه، من يقول حرام؟ ما عندنا دليل على أن الإضرار بالنفس بالبدن محرم على إطلاقه. ولهذا الحين مثلا أفرض بعض الناس عنده مرض السكري مثلا، سكر، يأكل حلويات، يتضرر، يتأذى كذا، يصعد عنده ويروح يستعمل دواء، يقول أنا يعجبني أكل، شو أسوي؟ مثلا نسوي حرام. أو عنده ضغط ويأكل ملح، يكثر من ذلك، حرام؟ لا، مو معلوم حرام. ما عندنا دليل على أن مطلق الإضرار بالنفس حرام. لا مو حرام، ما عندنا دليل. الضرر بهالثلاث أشياء: القتل أو قطع عضو أو إتلاف قوة من القوى، وإلا غير هذا ما عندنا. اللي يقول أنه ما يجوز فلان شغلة تسووها، فلان قضية كذا، ليش هالشكل إضرار؟ نقول إضرار ما يخالف. منو قال الإضرار حرام؟ إذا واحد قدر يجيب دليل على أن الإضرار حرام بالنفس، زين، وإلا هذا مجرد ادعاء يصير. نعم، الجسم لله. الجسم لله. تمام، الجسم لله يضر. أكو دليل على أن كل ما كان لله ما يجوز الإضرار به؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
هو هذا اللي قاعد نقوله. ايش قلنا احنا؟ هذا ما قيل. المهم الحين هاي مسألة أخرى، لا شوية نبتعد عن الموضوع. مسألة التبرع بالأعضاء أحد فروع هذه القضية. الأعضاء مو قلنا الإنسان ما لحق يقلع عضو من جسمه، خب يقوم يقلع له كلية، بالمناسبة اسمها كلية. كثير من الناس بناء قاعد يحكي فصيح يقول كلية، لا مو فصيح، هذا غلط. الفصيح ما لها كلية ومثناه كليتان. فيروح يقطع الكلية مالته يعطيها الواحد مريض يتبرع بيها، يجوز؟ فيه إشكال؟ فيه إشكال، لأن هذا عضو من جسمه قاعد يقتطعه. وقايلين قام الإجماع على أن قلع عضو من البدن لا يجوز، إلا الآن يصير فرض معين، أكو واحد مؤمن قاعد يموت مثلا على شرف الهلكة، وهذا إذا أعطى الكلية راح مثلا في الظاهر يشفى ويقوم. هذه مسألة خاصة، مسألة مؤمن وقاعد يموت إلى هالمرحلة. غالبا مو هالشكل. الحين إذا هذا ما أعطى كلية، أكو ناس يبيعون كلاهم، ناس إما مو ملتزمين مو مؤمنين، كفرة غيرهم، يشترون من ذولاك يأخذون كلية. المؤمن لا يعطي. قلع عضو من الإنسان لا يجوز. الدم يجوز، التبرع بالدم لا إشكال فيه. محتاج يعني محتاج إذا واصل إلى درجة أنه راح يموت من الجوع مثلا، هالشكل محتاج بهالطريقة. الآن بعد شوية وتطلع روحه من الجوع. الضرورات تبيح المحظورات، وإلا مجرد أنه يريد يحسن وضعه لا. مضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.